مرحبا بالناس الكل في تيكا تاكا سبورت تايم. اليوم مش باش نحكيو على الترجي، باش نحكيو على الحدث الابرز، مباراة المنتخب والمنتخب الدنماركي. اليوم منتخب تونس يعمل خلينا نقولوا اشتر خطوة في درب الترشح للدورة الثانية ان شاء الله في كأس العالم، وتعادل يعني تعادل ثمين بأداء ممتاز وممتاز جدا. اليوم شفنا جريندا، شفنا روح، شفنا كورة، شفنا لاعبين تحارب من اجل المريول، تبل المريول. اليوم عدد اللاعبين حقيقة الكل اعطاو 100%. باش نرجعوا لاكثر تفاصيل على المقابله هذه، لكن قبل ما نبداو دائما نذكر الناس اللي مش مشتركه في القناه رجاء يشتركوا في القناه، خلينا نوصلوا القناه لعدد اكبر من المشتركين، وباش توصل فيديوهاتنا لاكبر عدد ممكن من الناس اللي يهمها شان الرياضي وشان الترجي بصوره خاصه. دونك من غير ما نطول عليكم نمشيو لفاصل قصير وهنا راجعين. بكم من جديد في التيكا تاكا. كما قلنا اليوم باش نحكيو ماتش المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي، افتتاح المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم بتعادل خلينا نقولوا ثمين امام منتخب عنيد منتخب الدنمارك تصنيف العاشر عالميا. اليوم منتخب تونس عمل ماتش كومبلي، ماتش ممتاز. كنا نجموا نحسموا المقابله هذه بفرصه عصام الجبالي اللي يعتبر من احسن اللاعبين في المقابله، مع كل من عيسى العيدوني ويوسف المساكني، لكن اجمالا جل الملاعبين ممتازين اليوم، خاصه الادوار الدفاعيه. اليوم بدي جلال القاضي بثلاثي في المحور، براون والطالبي ومعاهم المدافع مرياح نتاع الترجي. اليوم شفنا منتخب يعني حارب ابن المريول. منتخب اليوم قلق برشا منتخب الدنمارك. اليوم شفنا البلوك نتاع الديفونسيفمون طالع نتاع المنتخب التونسي، شفنا الديفونس طالع كان يجبر المنتخب الدنماركي باش يرجع بالكره للمناطق نتاعو. ضيقنا المساحات على المنتخب الدنماركي، ما لقيناش فرصه، لولا فرصه وحيده تقريبا المنتخب الدنماركي اللي كانت تكون هدف للمنتخب الدنماركي لولا العارض. اليوم المنتخب التونسي عمل ماتش كومبلي. اليوم شفنا تنوع في اللعب، شفنا رسم تكتيكي قوي برشا اليوم من جلال القادري باختياره وباعتماده على عصام الجبالي كبونتا. اليوم اختيار صائب لعصام الجبالي، اليوم قدم ماتش ممتاز جدا وكان قلق برشا دفاع على المنتخب الدنماركي، وفي فرصه كي ينجم يسجل هدف التقدم لولا تألق الحارس كاسبر شمايكل. اليوم المنتخب التونسي كما قلنا لعب بديفونس طالعه شويه، حاولنا نضيق المساحات على المنتخب الدنماركي، جبرناه انه يرجع التالي يلعب كره، ما لقاش المساحات حتى في تطوير الكره. اضطر المنتخب الدنماركي انه يطول الكره لكن بدون عنوان، كان دائما تلقى التغطيه من المدافعين. اليوم المنتخب التونسي بدفاع ممتاز جدا خلينا نقولوا باقل اغلاط وبتالق الحارس ايمن دحمان اللي منع المنتخب مش في اكثر من مناسبه. اليوم دحمان منع المنتخب التونسي في اكثر من مناسبه. فريق اجمالا كان في المستوى، منتخب تونسي اليوم في المستوى خلينا نقولوا روح قتاليه عاليه. المنتخب اليوم شرف تونس وخلانا احنا المتابعين نتاع المنتخب وعشاق المنتخب والناس اللي حضرت في استاد واللي تفرجت في المقابله من قدام التلفزه، اليوم الناس الكل ما ندمتش وورات انه تونس تقدر ان تفعل المستحيل، والمستحيل ليس تونسيا. كما المنتخب السعودي كان فاز على المنتخب الارجنتيني في مفاجاه من العيار الثقيل، اليوم تونس كانت نجم تكون مرت في جنب الحدث مع الاسف، لكن خلينا نكونوا متفائلين، خلينا نكونوا ايجابيين. اليوم المنتخب التونسي نقطه خير من بلاش، نقطه تخلي حظوظ المنتخب وافره ان شاء الله. نعمل مقابله ممتازه ضد المنتخب الفرنسي ان شاء الله، ونربحوا منتخب استراليا، ولما لا ترشح. خلينا نحلموا، عندنا الحق ان نحلموا. اليوم منتخب المنتخبات العربيه اليوم ورات ان تنجم تقدم، تنجم تكون عندها بصمه في كاس العالم هذه. اليوم ان شاء الله المنتخب التونسي في ماتش كما هذا يخليك تبني عليه. اليوم المنتخب التونسي ورانا انه نجم نبنيه اكثر على المقابله هذه. اليوم ورانا انه عندنا جويرات بالمليون، ان عندنا لاعبين، عندنا اوتوماتيزم، عندنا ناس تلعب وناس توقف. اليوم عيسى العيدوني ممتاز جدا في وسط الميدان، حقيقه اللاعب هذا يعني مكسب للمنتخب. اليوم عيسى العيدوني ورا انه ينجم يكون من اللاعبين الممتازين في الساحه الكرويه، وما متاكد انه باش يكون فريق كبير ان شاء الله. كما قلنا المساكني زاد ايضا كان بلمساته وبفنياته المساكني وفي عاداته. عصام الجبالي في البوط ممتاز جدا ديفونسيفمون. كما قلنا لاليمون لو دو زاريير اللي هما دراجر والعابدي كانوا ممتازين جدا في التغطيه على الكره، ما خلوش مساحات للاعبين نتاع المنتخب الدنماركي. منتخب تونس اليوم كان خلينا نقولوا قدم مقابله ممتازه جدا، وكان تقريبا هو اللي دومينيه في الماتش، وهو اللي كان دائما عنده الاسبقيه العدديه في المقابله. حاولنا نوصل، حاولنا نقتل المقابله. ثم ضربه جزاء ايضا خلينا نقولوا اللي كانت نجم تتزفر المنتخب التونسي، لمسه يد المدافع
المنتخب الدنماركي، ما اعطيهاش الحكم، لكن مش مشكله في اخر مقابله الحكم مشي للفار وخفنا وكانت تيجي على قلوبنا يصير ضربه جزاء ويضيع التعب، لكن الحمد لله انه مرت بسلام. اليوم نقطه نبنيو عليها، سقينا على القاعه، مازلنا نجموا نلعبوا، مازلنا نجموا نتطوروا، مازلنا نجموا نعطيهم خير. في اعتقادي ان المنتخب الفرنسي ومقابله المنتخب الفرنسي هي الاهم، هي مفتاح الترشح. اليوم اذا نلعبوا باللعب هذا ونزيدوا عليه ضد فرنسا ان شاء الله بقدره الله نترشحوا للدور الثاني، لانه تونس ورات اني بامكانها ان تكون من المنتخبات اللي عندها شأن في كاس العالم هذه. ماتش اليوم ان شاء الله يكون نقطة انطلاقة حقيقية للمنتخب التونسي. اليوم شفنا لحمة، الناس الكل شفناها تحب تربح، الناس الكل شفناها تحب تفرح التونسيين، الناس الكل شفناها تحب تبل المليون. ان شاء الله بمزيد التوفيق للمنتخب التونسي، وان شاء الله مقابلة المنتخب الفرنسي هي تكون ان شاء الله بوابة الترشح على الدور الثاني. هذه هي كانت حلقة اليوم، حبينا نقولوا، حبينا نحكيوا شوي، وحبينا نحلوا مقابلة المنتخب التونسي اللي انتهت بالتعادل للمنتخب الدنماركي. كان تعادل ثمين جدا. ان شاء الله دائما اي اخبار يخص المنتخب ويخص الكرة التونسية والكرة العالمية تقوى حصريا على قناتكم التيكا تاكا. دمتم إفياء للقناة، إلى اللقاء في رعاية الله.